ملاحظين يا جماعة ان السحر انتشر كتير جدا اليومين دول. يعني مثلا واحدة بتحب واحد ومش عارفة تجيبه، اسهل حاجة ان هي تروح تعمل له سحر. واحدة مثلا بتغير من واحدة صاحبتها وعايزة تجيبها الارض، اسهل حاجة ان هي تروح تعمل لها سحر علشان ترتاح وغيرتها تهدى. كأن السحر والشيطان بقوا اسهل طريقة نحقق بيها احلامنا، اسهل طريقة عشان نعمل بيها حاجات احنا عايزينها، اسهل طريقة علشان نأذي بيها غيرنا. الكل دلوقتي بقى يلجأ للسحر وللشيطان علشان يأذي ويضر غيره، وما تعرفش ان انت لما تلجأ للشيطان وما تلجأ للسحر، انت نفسك اللي بتعمل السحر بتتضر. ما هو انت مش هتلعب بالنار والنار مش هتحرقك. لازم السحر هيترد عليك وهيدمر لك حياتك وهيجيب لك المرض والفقر. حاليا السحر بقى حاجة سهلة جدا، ده انت ممكن تعمل سحر عن طريق الانترنت. انت بتفكر ان انت بتروح تدفع شوية فلوس وكل اللي انت عايزه هيتحقق، اللي انت بتحبه هيجيلك، ورد المطلقة ورد الحبيب وكلام ولا ليه اساس من الصحة. وبعدين هو ليه الناس اليومين دول بقت عايزة تأذي بعض بأي طريقة؟ بلاش يا جماعة نجلب لنفسنا الشر، بلاش نفكر في أذية الغير، بلاش تروحوا للشيطان بإيديكم. التعامل مع الشيطان مش حاجة سهلة أبدا، هو دخول الحمام زي خروجه. انت كده أكنك بتعلن انك بتعبد الشيطان. وخلي بالك انت لو انسان مؤمن وبتصلي وحد عمل لك سحر، عمره ما هيأثر فيك، انت بتبقى محمي وعليك دايرة من النور. عمر الشيطان ولا السحر ما يقدر يخترقها. ثق لو انت مؤمن، عمر ما الشيطان او اي سحر ممكن يأثر فيك. معنى كده ان الحماية الوحيدة ليك من اي سحر انك تلتصق بالرب، وما تنساش ان المسيح سحق الشيطان على الصليب. وبس كده يا جماعة، عايزة اقول لكم ان يا ريت ما هتفكروش في السحر وما تفكروش في اذية غيرنا، وفكروا بس ان انتوا تحبوا الخير لبعض وان انتوا تقربوا من ربنا. وبس كده، باي.